تعالى كده بمكونين اتنين بس نعمل اسهل مربى جوافه في البيت. ايه ده، هو في مربى جوافه؟ في مربى جوافه وبمكونين متوفرين في اي بيت. اول مكون وهو السكر وموجود في اي بيت، تاني مكون وهو الجوافه. فيلا بينا كده نبدا بالخطوات. في البدايه نصلي على رسولنا الكريم وتنزل حالا تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس. بمناسبه رجوع موسم الجوافه ممكن يكون الموضوع بالنسبه لك عادي، لكن بالنسبه لنا موضوع مختلف تماما. استخدمنا هنا حوالي 2 كيلو ونص، وطبعا قسمنا الكميه نصين. اول كميه استخدمناهم في ان احنا نخزن الجوافه، هسيب لك اللينك تحت في الوصف. وبما اننا مش كلنا بنحب اكل الجوافه فاستخدمنا النص التاني في عمل المربى. فبدانا هنا بمرحله الفرز واستخدمنا الجوافه القطره في عمل المربى. تعال بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده وهي مرحله الغسيل. تعتبر اهم مرحله معاك مرحله الغسيل، لان باختصار انت مسؤول عن صحتك وصحه عيلتك، سواء كنت بتعملها ليك او لاطفالك. ولو انت متابعنا ليك فترة فانت متأكد ان احنا بنحذر كل مرة من مرحلة الغسيل وبنهتم بيها اهتمام كبير جدا. لو عندك استفسار عن حاجة معينة او حاجة عايز نتكلم عنها الفترة الجاية ممكن تسيب لنا استفسارك في الكومنتات تحت. وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. وهي مرحلة التجهيز. وفي مرحلة التجهيز حضرتك هتحتاج سكينة ومعلقة. طب سكينة وعارفينها ليه، معلقة بقى اتقل وقطعها. وهنا حضرتك هتبتدي تشيل الجزء القاعدي والجزء المدبب من الجوافة. طب احنا ليه عملنا مربى الجوافة اصلا؟ اول حاجة لان الجوافة غنية بالفيتامينات، يعني مثلا بتحتوي على فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2. بس كده؟ لا مش بس كده، دي كمان بتحتوي على املاح معدنية بكميات وفيرة. خد عندك املاح الحديد واملاح الفوسفور واملاح الكالسيوم. ده كده بالنسبه للفوائد بتاعتها بس. يعني لو ابن حضرتك ما بياكلش الجوافه فالفيديو ده ليك، بمعنى ان حضرتك هتعمل له الفوائد اللي موجوده في الجوافه لكن في صوره تانية وهي صوره المربى. تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده وهي ان احنا هنشيل البذور من الجوافه. وهنا يبقى عندك طريقتين تشيل فيهم البذور، في طريقه زي الفيديو كده بالظبط وهي انك بتجيب سكينه او معلقه وبتشيل البذور من الثمره. والطريقه التانية ان بعد حضرتك ما بتتم عمليه السلق بتجيب الثمره بتاعتك تضربها في الكبه او في الخلاط وبعد كده بتصفيها في مصفى. لكن الطريقه دي متعبه فخليك في الطريقه اللي احنا بنعملها النهارده احسن. ولو فاكر ان البذور دي هتترمي فانت غلطان، احنا ما بنرميش حاجه. استنى معانا لاخر الفيديو وهقول لك هنعمل بيهم ايه. وبكده نكون خلصنا تجهيز. تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده. قلتك الجميله وهتملى نصها ميه وعلى نار متوسطه، وهتنزل بعد كده بالجوافه وهتسيبها حوالي نص ساعه. بعد حوالي ربع ساعه اديناهم تقليبه بسيطه، واخيرا بعد نص ساعه ابتدينا ان احنا نطلع الجوافه. بعد ما طلعنا الجوافه هنجهز معانا كميه السكر اللي احنا محتاجينها. كميه السكر هنا اختياريه، يعني لو حضرتك هتستخدم كيلو جوافه وكيلو جوافه من غير البذور هتستخدم نص سكر. لكن طبعا حضرتك عايز تزود سكر زود، حضرتك مش محتاج تزود سكر ما تزودش، دي حاجه اختياريه. ضفنا نص كمية السكر في المية وقلبناها كويس وطلعنا الجوافة وهنسيبها تبرد. طبعا انا هنا سبت الجوافة تبرد لان الكبة عندي ما بتستحملش الحرارة العالية، لكن انت هنا لو عندك هاند بلندر او اي كبة تستحمل حرارة عالية او خلاط يستحمل حرارة عالية عادي ممكن تستخدمه عادي مفيش مشكلة. ومعلومة كده على السريع، الجزء الخارجي للجوافة بيحتوي على فوائد اكتر من الجزء الداخلي ليها. وهنا نكون خلصنا عملية الفرم وتأكدنا ان الجوافة وصلت للقوام الناعم. هنضيف بقى كمية السكر اللي معانا وهنقلبهم كويس قبل ما ندخل على المرحلة اللي بعد كده. تعالى بقى لمرحلة التسوية، وهنا لازم يبقى بالك طويل جدا عشان ما تتحرقش منك وعشان ما تبهدلش نفسك. احنا ضفنا نص كمية السكر مع المية، فحضرتك هتقلب السكر مع المية لحد ما تقلل كمية المية. واول ما تلاقي كمية المية نزلت بشكل ملحوظ هتبتدي انك تضيف الجوافة. طب المرحلة دي اسمها مرحلة ايه؟ المرحلة دي اسمها مرحلة التركيز. يعني حضرتك بتركز المادة الخام وبتقلل المية، لان كل ما المية زادت كل ما الرطوبة زادت كل ما النشاط الميكروبي اللي بيساعد على نمو الميكروبات زاد. طبعا ما تنساش تصلي على رسولنا الكريم، ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لنا لايك عشان نستمر معاكم. وبعد حوالي اكتر من ساعة من التقليب المتواصل اخيرا انتهينا. هنبتدي ان احنا نعبي برطمانك الازاز، وطبعا لازم يبقى معقم، ولو مش عارف تعقمه ازاي فيفضل تغسله بميه سخنه. وهنا هتبتدي تعبي، وطبعا لازم تعبي المربى وهي سخنه، ويفضل تكون التعبئه بمعلقه خشب ما تكونش زي كده. تعالى بقى ندخل لاخر حاجه، ودول طبعا البذور. عملنا منهم احلى كوبايه عصير. هتسيب المربى تبرد وبعد كده تخزنها في التلاجة. انا كريم رجب وده برنامج الصحه في الغذاء. ما تنساش اللايك والفولو. سلام.